ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا عمالين نسلق في الكرنب علشان نخزنه عشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين ويا رب تعودوا علينا بخير. بصي بقى، لو عندك 100 كرنبه وما انتش عارفه تقطعيهم، هنعملهم في الفيديو القمر ده اهو. وهنعمل ايه؟ سكت العيال وسكتهم. بصوا يا ولاد اهو، 1 2 3 اهو. تعالي يا سوق، بسم الله اهو 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 اهو. ونلف اهو، بسم الله. تمام يا كوكو صورنا معاك. حاضر. بصوا يا ولاد، تعالي يا سام، شايفين؟ بصوا، تعالي يا سام، كله زي بعضه ما شاء الله. تعالي استني يا سو، استني يا حبيبتي. وتاتا تعالي بقى هنا. بصوا، كل سنه وانتم طيبين ويا رب يعودها علينا بخير يا رب العالمين. شايفين القمر اهو. خلاص خلي بالك. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة، أجمل صباح على أجمل متابعين في الدنيا، على أجمل ناس في حياتي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. زي ما احنا شايفين كده، اليوم الحلو القمر اللذيذ رحنا قضيناه في الجرن، وروحنا طبخنا بقى كده على البوتاجاز بتاعنا الحلو. بس عايزة أقول لكم إن أنا ببقى سعيدة وأنا عايشة هناك كده في الجرن، وانا قاعده مولعه الكانون ولما ولادي كده حوالين مني. ربنا يخليهم ويخلي لكم ولادكم يا رب العالمين. نحط اللايك بقى بتاعنا وحته الاشتراك الصغنطوط. ربنا يخليكم ليا. متشكره جدا لكل الناس اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. صدقوني وجودكم شرف لي. ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين. نصلي بينا على النبي كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى كده صايمين النهارده يا ولاد، النهارده الاثنين، وخدت بطايه حلوه كده عشان نذبحها، ويا رب يوسع علينا وعلى الناس كلها يا رب العالمين. بطوطي. جبنا البطايه القمر الحلوه اللذيذه اللي زي الفل. نحط اللايك والاشتراك بعد اذنكم عشان خاطري، معلش. المهم هنا كده معايا الدواء اللي هو ديكال، فظيع يا جماعه للبط وللفراخ، خطير خطير. ممشيه على البط والفراخ ما شاء الله كده، بيديلهم بيرفع المناعه بتاعتهم، وما شاء الله بيخلّوهم كده ما بيتعبوش على طول، زي مثلًا ما أنتِ بتدّي لابنِك دوا علشان يرفع المناعة بتاعته. ده الدوا اللي إحنا بنحطه للبط والفراخ علشان خاطر يرفع المناعة بتاعتهم، اسمه دوا ديكال، بتجيبيه من الصيدلية ب5 جنيه أو ب6 جنيه، بتحط لهم مرة واحدة في اليوم. تمام كده، تمام كده. خلّصنا شغلنا في الجُرن وخلّصنا كل حاجة وأكّلنا بطّنا وأكّلنا معزتنا، ورُحت كده على البيت بسرعة، بسرعة أعمل إيه علشان أنضّف البطاية. إحنا كنا صايمين في اليوم ده، اليوم كان يوم اتنين. تمام، تمام. فيا رب كده اللهم قبّلنا رمضان ويا رب العالمين، و عايزة أقول لكم تجعل أيامنا كلّها خير وسعادة يا رب العالمين. وبُصّوا والله العظيم 3 أنا ما بارتاح إلا في اليوم اللي أنا صايمة فيه. الحمد لله، ربنا يعيننا ويعين كل واحد على حاله ويدّينا الصحة يا رب. هنا نضّفنا بطتنا زي ما حضراتكم شايفين أهو، وبنحاول إن إحنا نفتحها بالراحة وبالشوش وزي القمر. تمام. زي ما حضراتكم شايفين بالضبط. بُصّوا بقى، أنا عايزة أعمل افتكاسة حلوة كده بديلة للحمام. طيب أنا جِبت البطاية نضّفتها زي ما حضراتكم شايفين، وجيت قطعت من عند الرقبة كده أهو، وباشيل الزور والحويصلة اللي فيها بالراحة كده وبشويش من غير ما أقطع الزور. طب أنتِ بتعملي كده ليه؟ أنا باعمل كده ليه؟ علشان هنحشي الزور دهوًا وهنعمله بديل الحمام، حاجة حلوة وحاجة سهلة إن شاء الله. هافضل ألِم راس براس كده، راس بطاية علشان خاطر على ما نجمّعهم مع بعض ونعمل شوية حمام كده حلوين، ويعني بُصّوا هتبقى طريقة حلوة إن شاء الله وهتعجبكم. بنفتح البطاية طبعًا وبنغسلها بدل المَرّة 2 و3 علشان ريحة الزفارة اللي فيها. عايزة أقول لكم ما شاء الله إن البط ده ما فيهوش ريحة زفارة، لإن أنا مأكّلاه أكل حلو. يعني كده يعني عندنا اجتماع النهارده علشان دابحين بطاية زي القمر كده. فالمهم ما شاء الله ربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها. طول ما أنتِ كده ماشية بنيّة صافية، ربنا هيراضيكِ في صحتِك، وهيراضيكِ في ولادِك، وهيراضيكِ في مالِك وفي كل حاجة حوالين منِّك. طبعًا البط ده الأكل غِلي وكل حاجة غِليت. فشوفوا بقى لمّا بتربّي بطاية حلوة زي دي كده بتاخد منِّك قد إيه. بس طبعًا حاجة نضيفة من تحت إيدِك، وما شاء الله كده ربنا يدّيكِ الصحة وتجعلِك في الخير دايمًا يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين كده هنا نقعت البطاية في شوية ليمون كده وشوية مَيّة، ورُحت طالعة على البلكونة بتاعتي علشان خاطر طبعًا أنتم عارفين الجو اليومين دول يا دوب كده ما هو بول زعابيب أمشير، يعني ساعة يبقى زي الفل، وساعة تلاقي الجو هوا وبرّد والدنيا بتمطّر.
فطبعًا يعني باصحى من النوم الصبح أول حاجة باعملها باروح طالعة على البلكونة بتاعتي ناشرة الهدوم بتاعتي بسرعة، باكون طبعًا حاطة الدور من بالليل يتغسل علشان أبقى عاملة حسابي إن أنا إيه، هاعمل أمشيه. أنا هنا بقى باقول لكم إيه، إن أنا لسه جاية من الجُرن، إيه اللي رجّعني الجُرن تاني؟ هتقولوا الست دي إيه اللي حصل لها؟ طبعًا زي ما قُلت لكم إن إحنا كنا صايمين في اليوم ده، سِبت البطاية بقى تتنقع في شوية المَيّة وقُلت أخلّص شوية الشغل اللي ورايا دول، طبعًا لمّا بتصحي بدري بيبقى يومِك كده طويل وحلو، وبتعرفي تشتغلي فيه وبتعرفي تسيطري عليه، وبتعرفي تنظّمي وقتِك إزاي، إنّما لمّا نصحى 10، 11 طَب اليوم لسه فيه إيه، لأ، طبعًا نصحى بدري كده وكلنا نشجّع بعض على الصحيان بدري، وربنا يدّينا الصحة يا رب العالمين، وتجعلنا كده نشاط وشطّار وزي القمرات، يا أجمل ستات في الدنيا ويا أحلى ستات في حياتي، ربنا يخلّيكم ليّا. هنا بقى كانت ماما حماتي جات "طيب أنتِ ذبحتِ بطاية، طب إحنا عايزين نعمل بطاية لينا إحنا كمان." ولّعت الكانون كده ربنا يدّي لها الصحة، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله كده، بُصّوا الكانون ده قمر وعسل وزي الفل، بيخلّيكِ كده تخلّصي كده يومِك بسرعة، بسرعة، إنّما البوتاجاز فين على ما المَيّة تغلي، وفين على أمّا تخلّصي الحاجة. المهم إن أنا إيه، هي ماما نضّفت البطاية كبّيت المَيّة وغسلت الحلة أو الطشت اللي أنتم شايفينه ده كويس كده وضبّطته، ومحمد ابني جه بقى: "يا ماما أنا جعان." قُلت له: "روح يا واد هات لي طبق كده ألمونيا من البيت، حتّة زبدة وأنا هاعمل لك هنا أحلى بيضتين." "هتعملي على الكانون." قُلت له: "هنعمل على الكانون." ضبّطنا كده اليوم الحلو اللذيذ زي ما حضراتكم شايفين، البيض بتاعنا بيستوي والمَيّة بتاعتنا بتغلي، حطيت فيها شوية ملح، طبعًا هنخزّن الكرنب علشان خاطر رمضان، أول حاجة أعملها معاكم لرمضان، كل سنة وأنتم طيبين ويا رب يعود علينا بخير، وتجعل أيامنا كلّها بركة كده يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين كده منظر حلو ومنظر لذيذ، في ناس كده يعني حبايبي ولطاف على قلبي، وكلّكم والله العظيم 3 شرف ليّا. بيقولوا لي: "إحنا بنحبِّك تصوّري هناك." فأنا رُحت بقى قُلت إيه، أضبّط اليوم ده ونعمل كده هناك شوية الشغل الحلوين دول. هنا بقى زي ما أنتم شايفين حمودي ابني محمد ربنا يخلّيه ويخلّي لكم ولادكم، "والنبي يا ماما كمان كوباية شاي." قُلت له: "يا ده أنت طماع، طب هات لي بس البتاع بتاع البراد." إحنا بنقول عليه براد، "هات البراد كده بتاع الشاي وهنضبّط كده الدنيا وهنعمل هنا كل حاجة." باقول لكم بقى لو إحنا عندنا 100 كرنباية هنقطّعهم بسرعة، بسرعة في ثواني مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين أهو، بنجيب ال3 ورقات على بعض يكونوا قد بعض كده وهنلفّهم بُصّوا حاجة زي القمر والله العظيم 3 يا ولاد سحر، وبنخلّصها بسرعة، بسرعة كده ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أهو مش هتحسّي إن أنتِ معاكِ كرنب كتير ولا هتحسّي إن أنتِ معاكِ شغل كتير لمّا تقطّعيهم، كمان هنا كمان أنا يعني المكان مش مساعدني، إنّما أنا لو في المطبخ عندي في البيت طبعًا هيبقى في قطّاعة، أنا خايفة هنا حاجة تيجي عليها تراب، حاجة تيجي مش عارفة عليها إيه، فعمّالة يعني كده زي ما أنتم شايفين بالضبط وزي ما أنتم فاهمين. ما شاء الله كده يعني شايفين التقطيعة وأعمل لكم كده على ازيكم يا ورقة ولاد كرنب. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا عمالين نسلق في الكرنب علشان نخزنه عشان خاطر رمضان، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تعودوا علينا بخير. بصي بقى لو عندك 100 كرنبه وما انتش عارفه تقطعيهم، هنعملهم في الفيديو القمر ده اهو. وهنعمل ايه؟ سكت العيال وسكتهم الجيد. بصي يا ولاد اهو، 1 2 3 اهو. تعالي يا سو، بسم الله اهو 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 اهو. ونلف اهو، بسم الله. أنا تمام. ايه يا كوكو؟ بص، صورنا معاك. حاضر. بصي يا ولاد، تعالي يا سام، شايفين؟ بصوا، تعالي يا سام، كله زي بعضه ما شاء الله. تعالي استني يا سو، استني يا حبيبتي. وتاتا تعالي بقى هنا. بصوا، كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود علينا بخير يا رب العالمين. شايفين القمر اهو. تا تا تا. خلاص خلي بقى. ايوه تا تا تا. مين اللي عامل لك شعرك الحلو ده؟ كده هو اه عشان أنا عملت شعر جميل كده. شعرك جميل قوي يا كوكو. مين اللي عاملهولك؟ يا حلوة قوي. زي ما أنتم شايفين كده العيال ملمومين حوالين مني، ربنا يجعلنا نسعدهم دايمًا يا رب العالمين. قطّعنا كرنبنا وخدت حاجتي وجريت، كان بقى خلاص الساعة 16:00 طب هاطبخ إمتى وأعمل إمتى؟
المهم أنا باعمل إيه على الجناح بتاع البطاية. جبت المصارين بتاعة البطاية وغسلتهم ونضفتهم وفتحتهم وغسلتهم بملح وليمون ولفيتهم كده على الجناح. مسكت البطاية طبعًا زي ما أنتم عارفين باحب أشوحها كده بشوية فلفل أسود وشوية ملح وصغنطتين ومرقاية وشوية ورق لورا وبصل، فلفل، طماطم، وباحب أشوّحها كده حوالي نُص ساعة، وباغلي لها المَيّة على الكاتل أو على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين، بتتشوّح باضيف لها المَيّة باسيبها بقى إيه تستوي مع بعضها، تمام، تمام. هنا كمان عاملة شوية رُز حبّاية وحبّاية زي القمر كده، باحمّر شوية الرُز طبعًا باحط معلقة زبدة، شوية زيت، باحمّر شوية رُز كده حوالي نُص طبق، وباكون غاسلة الكمية التانية، على ما بيتشوّح باروح عاملة إيه، باكون غاسلة الرُز بتاعي باضيفه، باحط الملح وخلاص، على كده خلّصنا الأكل الحلو اللذيذ. قُلت أمّا أعمل لهم حاجة حلوة، نعمل حاجة حلوة تعالوا نشوف. هنا عملت الشربات بتاعي، ضِفت كوباية ونُص مَيّة وكوباية سُكّر ونُص ليمونة وولّعت عليهم النار وهدّيت عليهم، تمام، تمام. طَب هنعمل إيه هنا، معايا 3 معالق نشا دوّبتهم كده في ربع كوباية مَيّة زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا كمان نُص كوباية سُكّر، تمام، تمام. مركزين مع بعض كده في الخطوات الحلوة القمر دي، ومعانا هنا حوالي نص كيلو حليب، تمام تمام. اللبن غلي عندي او سخن عندي ابتدى ان هو يسخن، نزلت عليه بنص كوبايه سكر او كوبايه الا ربع سكر، زي القمر كده وزي الفل، زي القمر وزي الفل. وضفت عليهم ظرف فانيليا، والنشا بتاعتي اللي انا كنت مدوباها. اول ما اللبن بتاعنا بيبتدي يغلي بنروح ضايفين النشا بتاعتنا، نفضل نقلب نقلب نقلب، ما نشيلش ايدينا من الحله لحد ما الدنيا تبقبق كده معانا وتبقى زي الفل. الشربات طبعًا بياخد معايا حوالي 10 دقايق على النار بس وطفيت عليه، تمام، تمام. هنا جبت معايا كده حتة زبدة على شوية زيت سيحتهم على النار، ورُحت جايبة إيه، هنعمل إيه، هنعمل جلاش بالحلويات، حاجة عسل وحاجة زي الفل. هنا جبت معايا لفة جلاش طبعًا سِبتها تفُك من الصبح، ومعايا السمنة اللي أنا مسيّحاها، بادهن كده الصينية بتاعتي، وما بين كل ورقة بورقة باروح إيه دهنة، وآخر ورقة كده ما بادهنش عشان خاطر هانزل بالمهلبية بتاعتي أو الحلويات بتاعتي أو القشطة بتاعتكم زي ما بتسموها، تمام وزي الفل. بنضبّط القشطة بتاعتنا، أنا حطيت لفة الجلاش كلّها ما سِبتش إلا 3 ورقات بس اللي هاحطهم على الوش، زي الفل وزي القمر كده، زي الفل. حطّي لي اللايك لو نسيتِ، وحطّي لي كمان حتّة الاشتراك الجميل بتاعي، ربنا يخلّيكم ليّا يا أجمل عيلة في الدنيا. حطّيت بقى، أنا كان فاضل معايا ورقتين، حطّيتهم كده زي ما حضراتكم شايفين بالضبط، وابتدينا إن إحنا إيه، نضبّط كده الصينية بتاعتنا. وطبعًا الشربات بتاعي زي ما قُلت لكم 10 دقايق وطفّيت عليه، والأكل بتاعي مولّعة عليه وزي الفل، واليوم كان لذيذ وكان زي الفل. ربنا يخلّيكم ليّا وربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا زي ما إحنا شايفين كده بنحاول إن إحنا نقفّل صينية الجلاش. أنا بعتّ مالك بنتي كانت برّه البيت، فقالت لي: "يا ماما عايزين شوية حلويات." راحت جابت لي طبق ب90 جنيه. قُلت لها: "لأ، طب استني بقى، ما ينفعش أمِّك تبقى شيفة ومحترمة كده وسِت بيت زي القمر كده وتروحي تشتري حاجة من برّه." طب بُصّوا الصينية دي كلّفتنا إيه، نُص كيلو حليب أو نُص كيلو لبن ب10 جنيه، وما شاء الله كده لفة الجلاش ب10 جنيه. وبُصّوا هتتكلّف معانا يومها هتتكلّف 25 جنيه، الصينية دي بنروح نشتريها ب150 جنيه، تمام، تمام. هنا بقى رُحت مقطّعاها كده تقطيعة البيتزا بتاعتي وحطيتها في الفرن، ولّعت من فوق ومن تحت. هتولّعي الفرن بتاع البوتاجاز بتاعِك هتهدّي النار كده من تحت بقى خالص، وزي ما أنتم شايفين طلعت لي بالشكل القمر، وكنا فطرنا وحطيت عليها الشربات على طول بعد ما طلعت من الفرن.